السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة طبعا يوم جديد، يوم سعيد علينا وعليكم جميعا بإذن الله. طبعا النهاردة هنقدم طبخة جميلة، أكلة شهية، أكلة سمك مشوي في الفرن بطريقة طريقتنا احنا، طريقة السلطان. اتفضلوا معانا، يلا بينا. طبعا احنا جبنا السمك بلطي بنفس الطريقة بنفس النظافة اللي احنا نضفناها على حضنا كده، بنفس الطريقة كده. طبعا نضفناه ونقعناه في مية وخل وليمون عشان نضيع ريحة الزفارة. طبعا ما شاء الله مفيش ريحة زفارة، نضفنا السمك بطريقتنا احنا. طبعا النظافة طبعا لازم ومهم وضروري يكون السمك نظيف. طبعا معاه كبة، معاه ليمون، فلفل، بصل، توم، والجزر ده اختياري. طبعا البقدونس حاجة لابد منها. الجزر ده بيديله طعم جميل، انا اول مرة اجربه ولقيته طعمه روعة روعة ممتاز جدا. هنحط حاجتنا في الكبة عشان نفرمها وننعمها جدا. عملنا قبل كده طريقة السمك المقلي، خلطة جميلة برضو. دي المرة دي بنعمله مشوي، طريقة روعة الروعة. خلينا الحشو بتاعنا يكون بالطريقة دي. معلقة الزبادي دي يعني مهمة جدا، أنا عن نفسي بحطها عشان اترطب. الكمون يا جماعة شيء مهم جدا للسمك. طبعا كمون وملح في السمك، السمك بيحب الكمون جدا جدا جدا. طبعا دي التتبيلة بتاعتنا. هنبدأ نعمل السمك بنفس الطريقة دي. دي زي بتاع المحلات بالظبط. عندي ردة حاططها في كيسة زي ما انتوا شايفين عشان ما بهدلش المكان، وابدأ احط السمك في الردة بنفس الطريقة دي. عندي طبعا فول حراري في الصاج كده، وببدأ ارص. طبعا اللي مش عنده ممكن يرص في الصاج مباشر بس يحط نتاع زيت.
هتشوفوا الجمال وتشوفوا الروعة. ده الفرن طبعا بتاعنا. بسم الله ما شاء الله عليكم. حطينا السمك في الفرن، نبدأ نجهز ونكمل الخلطة بتاعتنا. طبعا السمك شكله جميل جدا، فرن درجة حرارته عالية. هنبدأ طبعا نبص عليه كده كمان بصة. طبعا بنجهز بقى الخلطة بتاعتنا مع التتبيلة اللي احنا كنا عاملينها مع الليمون اللي احنا كنا عصرينه، ونبدأ نحطه كده. يا جماعة هيديله مزاج وروعة جميلة جدا. نديله فرمة كده بس صغيرة مش كتير. بنفس الطريقة دي وهنبدأ نحطه في بولة. نجهز طبعا البولة مع المية بتاعتنا اللي احنا هنحط فيها السمك. ايوه، نقلب كده تقليبة خفيفة. ممكن تحطوا خل وتزودوا خل، وممكن تزودوا مية. انا بفضل نسبة خل مع نسبة مية، بتديها مزاج وجمال وروعة الروعة. كمون يا جماعة، كمون. كمون هو ابو السمك. اي حد يقول لكم قولوا ملح وكمون. ملح وكمون هو اساس السمك المشوي. طبعا دي الفرن بتاعنا والسمك بتاعنا ما شاء الله زي ما انتم شايفين. بنبدأ نحط على الخلطة كده على كل سمكية. ما شاء الله، الله اكبر. ناخد كده بالكبشة كده، نبدأ نوزع. نخلي كل سمكية تشرب من الخليط بتاعنا، من التتبيلة بتاعتنا. وبالهنا والشفا لينا وليكم بإذن الله. مش تنسوني بمشاركتكم في القناة لكي يوصلكم كل جديد في قناتي. واسم قناتي الجديدة سلطان. طبعا عجبني الاسم، وإن شاء الله أشوفكم على خير. ده سمك بلطي إن شاء الله هنعمل لكم وأصور لكم وأنا بشتري السمك. إن شاء الله الحلقة الجاية هنعمل أكلة سمك تانية مشوية. على الله يعجبكم ويعجب بكم طعم الحاجة بتاعتي. شوفوا الشكل يا جماعة، ما شاء الله السمكة مستوية. إن شاء الله السمكة مية مية. بالهنا والشفا ليكوا ولينا بإذن الله. حبايب الغوالي، حبايب المحترمين، شرفتوني في قناتي. مش تنسوني باشتراكاتكم، لايكاتكم، كومنتاتكم. في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم.